كيف ممكن لسائق تاكسي يدمر خطة استخباراتية أمريكية تكلفتها أكثر من 20 مليون دولار؟ ركز معي. CIA الأمريكية عام 1999 عملت خطة باسم أكوستيك كيتي، وهي خطة سرية للتجسس على الاتحاد السوفيتي وقتها. والخطة كانت عبقرية. شوف كيف جابوا بس أو خط يعني، وزرعوا في أجهزة تنصت وجهاز إرسال ومايكات حساسة جدا، وقعدوا سنتين يدربوه كيف لما يشوف ناس يروح يضلوا حواليهم وكأنه بيلعب بس يضل قريب عليهم ليقدروا ببساطة المايك يسمعوا الحوارات. التدريب أبدا ما كان سهل، لأنه طبيعة القطط مش زي الكلاب، خصوصا في تنفيذ الأوامر. وباليوم المنشود صفت باب السفارة السوفيتية شاحنة أكل سريع، بس ما فيها أكل، فيها 10 عملاء فيدراليين وقطة. وبلحظة فتحوا باب الشاحنة للقطة حتى تروح وتدخل السفارة، وتبدأ أول مهمة تنصت لهذه القطة. بس وهي بتقطع بالطريق اجى سائق تاكسي ودعسها. من قوة الضربة ال7 أرواح خسرتهم بثانية وماتت. ومن وقت الحادث وشوفير التاكسي مختفي.